المرجو الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا أعزائي المشاهدين. اليوم عندنا موضوع غادي يخليكم تفكروا مزيان. تخيلوا معايا كتفيق في الصباح، كتمد يدك كالعادة تشوف الإشعارات، ولكن ما كتلقى حتى حاجة. ما كاينش تليفونات، لا عندك لا عند العالم كامل. أول ردة فعل شنو هي؟ غادي تبقى كتقول واش بصح ولا كنحلم؟ ولكن ملي تفطن مزيان غادي تحس أن حياتك كلها مقلوبة فوق تحت. الوقت، أول ضربة منين كتجي؟ من الوقت. ما كاينش منبه ديال التليفون، غادي ترجع للساعة الكلاسيكية ولا خاص شي واحد يجي يفيقك. النتيجة، الناس غادي يضيعوا المواعيد، يتأخروا على الخدمة وعلى القراية، كيوس كامل. التواصل، من بعد كتجيك الصدمة الكبيرة. التواصل، بغيتي تعيط لصحابك، ما كاين لا واتساب لا ميسنجر لا انستغرام. الحل الوحيد تمشي حتى لباب دارو ولا تستعمل تليفون ثابت. تخيل غير تبغي تبلانشي مع صحابك، خاصك تدور على كل واحد في دارو. الخدمة والقراية، الخدمة كارثة. الناس عايشين غير من الانترنت، من التجارة الإلكترونية، من المحتوى، من التوصيل، كل شيء عاد يوقف. حتى الطلبة بلا جوجل كلاس روم ولا مجموعة واتساب غادي يرجعوا للسبيورة والكتوبة بحال الزمان. الترفيه، ما كاين لا يوتيوب لا تيك توك لا سبوتيفاي. في الأول غادي تمل، ولكن من بعد غادي تكتشف أنك عندك وقت. يمكن تقرأ كتاب، تمارس رياضة، ترسم، ولا حتى تدور موهبة جديدة. العلاقات الإنسانية، وهنا ممكن تكون المفاجأة الزوينة. بلا تليفون العلاقات الإنسانية غادي ترجع أقوى. غادي تجلس مع عائلتك، تسهر مع صحابك، تضحك وجها لوجه بلا فلترات ولا سمايلات. يمكن هذه أحسن هدية في العالم بلا تليفونات. إذن التليفون سيف ذو حدين. السلبيات، كيضيع لنا الوقت، كيخلينا نعيشوا في العالم الافتراضي، كيبعدنا على الناس اللي معانا. الإيجابيات، كيقربنا اللي بعاد، كيسهل الخدمة والقراية، كيعطينا المعلومة بسرعة، وحتى كيحمي حياتنا في المواقف الطارئة. التليفون ماشي عدو ولا صديق، هو أداة. احنا اللي كنقرروا واش نستعملوه باش ينفعنا ولا نخليوه يسيطر علينا ويحبسنا في شاشاته. السؤال اللي كيبقى، واش تقدر تعيش بلا تليفون نهار كامل؟ جاوبوني في التعليقات، ويمكن ندير أنا تجربة شخصية ونشاركها معكم. إلى اللقاء.